صباح الخير عليكم، وعايز اسال بركات ايه رايك في ميدو؟ دي مسج من محمد صلاح البدرشي. رأيي في ميدو في ايه؟ عامه عامل شغل كويس جدا في نادي الزمالك وكلنا شايفينه. ممكن يكون يقصد الموضوع بتاع صور الشيشه والحاجات دي. لا بص، دي خيابه بقى بصراحه. انا ما اتكلمش بتاع، انت ما تتكلم على ميدو اتكلم ميدو، علشان بصراحه الموضوع دوت مستفز قوي يا هشام. انت بتتكلم على ميدو، اتكلم على ميدو مدير فني نادي الزمالك. تعالى كده هات له ماتشاته، نتائجه مع نادي الزمالك. ايه الجديد في فرقه نادي الزمالك؟ نتائج ايجابيه ولا هو ده اللي تتكلم فيه. ولو اتكلمت في النقطه دي هتلاقي ان ميدو شغال كويس جدا مع نادي الزمالك، عمل الفرق في حاجات كتير قوي وضحت مع تولي ميدو، حاجات ما كناش بنشوفها. الزمالك بقى بيلعب كويس، الزمالك بقى فيه روح، الزمالك بقت نتائجه ايجابيه، الزمالك بقى بيعرف يسافر افريقيا، يقف صح في الماتشات بتاعت بره ويرجع بنتائج كويسه. هو ده الزمالك دلوقتي. فدوت اللي تتكلم على ميدو مدير فني الزمالك. انما بقى هتقول لي ميدو بقى شرب شيشه. ميدو شرب يا جماعه ميدو بطل كوره، ميدو بطل كوره. انت الموضوع ده ماله جالك على الجرح كده؟ لا والله انت عايز تشيش برضه ولا حاجه تنرفز. يعني حاجه تنرفز. انا لو عايز اشيش ولا اعمل اللي انا اعمله، انا هعمل اللي اعمله بمزاجي. بس هو عموما رد ميدو كان كان في الجون الصراحه. انا بصراحه الموضوع ده فعلا مستفز جدا. يا جماعه ميدو بطل كوره، ميدو مش لعيب كوره دلوقتي. ميدو دلوقتي في مدربين بتشرب سجاير، في خلاص يا بركات، خلاص والله ما انت مزعل نفسك. في رؤساء الانديه يعني الدكتور كمال درويش نفسه طلع قال لك ايه؟ انا بشيش. هقول لك لا ما تشيش، انت رئيس نادي الزمالك. كابتن حسن حمدي رايح جاي ماسك السيجار في ايده. هقول له ايه؟ هقول له يسيب السيجار. جوزيه كان بيقعد على الدكه وماسك السيجار برضه. جوزيه نفسه يعني كان قاعد يعني يا راجل، ده كابتن بوري اما كان بيشرب السيجاره في نهار رمضان في الماتش، الناس كلها اتضايقت وقال لك ازاي؟ علشان في نهار رمضان مش ما قالوش ازاي بيشرب سجاير. ما هو مدرب يعني. سبحان الله. اهو كله كلام الكلام لا بيودي ولا يجيب.